السلام عليكم ورحمة الله في قناتكم حلويات البريجية. اليوم جيتكم بالوصفة هذه نتاع العرايش. حضرتهم لكم بطريقة سهلة جدا وأي وحدة مبتدئة تقدر تنجح فيهم. كما عودتكم يعني اللي عندهم أعراس أو مناسبات كبيرة، اليوم راح نشارك معاكم طلبية تاع 240 حبة تاع العرايش، وأكيد راح نمد لكم مقادير صغيرة للبنات اللي يحبوا يجربوا. راني قسمت معكم حبة في بداية الفيديو تشوفوها صراحة يذوبوا في الفم بأتم معنى الكلمة. جربوهم وعينيكم مغمضين. ما تنسونيش بارك البنات بالجيم وتعليق، هكذا به أي وصفة نحطها توصلكم. المقادير هنا كيلت لكم بهذا العلبة نتاع المارغرين نتاع 500 غرام. العلبة هذه كما راكم تشوفوا درتها ممسوحة، تخرج لكم 60 حبة بالمقادير، يعني كتكيلو كيما راني نكيل تخرج لكم 60 حبة. هنا درت 3 كيلات ممسوحين تاع فرينه. انا كي تكون عندي طلبيه كبيره ما نخلطش على دفعه واحده، نخلط بالكيله بال50 او بال60 حبه، نحطهم ونزيد نعاود نخلط، ما نخلطش على ضربه واحده. هنا بالنسبة ل3 كيلات نضيف عليهم كيلة خليط بين سمن ومارغرين. دوك تشوفوا السمن يكون أكثر من المارغرين. السمن درت كيلة ناقص حوالي 2 أصابع تاع السمن، وضفت لها المارغرين. السمن والمارغرين في زوج يكونوا بدرجة حرارة الغرفة، هذه راهي ملاحظة مهمة. ما تذوبوهمش مباشرة بدرجة حرارة الغرفة، حطوهم. عندي هنايا كيلة ناقصة 2 أصابع خليط بين ماء وماء الزهر. هنا نوجدوا كل المكونات وباه نبداو في الطلبيه نتاعنا. هنا ديك الفارينه نضيف عليها رشه ملح وشويه نتاع الفاني. اللي تحب تضيف 2 مغارف سكر كلاصي تضيف، اناني ما درتش سكر كلاصي. وفرغت عليها هذوك الدهون. حتى بهذيك الكيله اللي كيلتو بها ديروا فيها الفارينه وامسحوها من كل الدهون اللي فيها، هكذا باه تحتفظوا بكامل الكميه نتاع الدهون. رايحه نخلط هذوك المارغرين والسمن مع الفارينه ونحكهم بين يديا مليح مليح. شوفوا هنا حتى تتحصلوا على عجين كيما عجينه الغريبيه. شوفوا هنا اني حبيت ندير المقطع ما يكونش مسرع باه تشوفوا اني تحصلت على عجينه. هنا راح نبدا نضيف الماء وماء الزهر. ضيفوا بالتدريج ولموا، شوفوا كيف راني نلم بالاصابع فقط، يعني ما تحكموش تعجنوها ما تفسدش معكم العجينه. لموا برك بالاصابع، لموا حتى تتحصلوا على القوام المطلوب. تشوفوا واحد الخطوط بيضاء في العجينه ثم توقفوا. بالنسبة لهذه العريش راح نشاركهم معكم، درتهم في المول. وراح نمد لكم ثاني طريقة اللي ما تحبش تستعمل المول، يعني اللي تحب تشكل باليد تاعها عادي. هنا شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها. دوك نوري لكم كيفاه العجين يجيو فيها واحد الخطوط بيضاء، مع باش اذا راهم يبانوا في الكاميرا بهذا الشكل. المهم تتحصلوا على عجينه تكون طريه وما تكونش تتشقق. شوفوا كي تمسوها تلقاوها طريه، ولكن ما تخلوهاش طريه بزياده، هكذا باه ما يهبطش معاكم الشكل تاع التشارك اذا عفوا تاع العريش اذا درتوهم بدون مول. تكون شويه يعني طريه ومتماسكه. هنا غطيتها وراح نوزنها. نوزن العجين تاعي 32 غرام. وهنا نروحوا للحشو تاعنا. انا كيلت بهذه الكيله بالبول هذا تاع الشوربه، درت 3 كيلات ممسوحين كاوكاو ابيض، حمصته شويه برك غير 10 دقائق ورحيته خشين. درت له كيله ناقص 2 اصابع سكر عادي، شويه فاني وشويه نتاع القرفه، وخلط هذه المكونات مع بعض ورايحه نعاود نرحيهم للمره الثانيه، هكذا باه يجيكم الحشو تاعكم معسل خاصه بالكاوكاو. هنا كما راكم تشوفوا درتهم في الروبو. ديروا غير بالكميه القليله وارحوهم حتى يولي مرحي مليح مليح. شوفوا هنا كيفاه النتيجه اللي تحصلت عليها كما راكم تشوفوا. هنا نكمل نرحي كل الكميه بنفس الطريقه. بالنسبه اللي تحب يعني كميات قليله تكيل برك العجين اللي تحب تجرب، يعني تكيل العجين بالكاس هذاك تاع 240 مليلتر، والحشو تكيل بكاس يكون شويه اقل منه، هكذا تتحصل على كميه قليله. هنا شوفوا بعد ما كملت ورحيته كامل ضفت عليه 2 مغارف كبار نتاع سمن ذايب وبارد وخلطهم. وهنا راح نبدا نضيف في ماء الزهر حتى نتحصل على حشو يكون طري بالزياده.
طري بزاف لانه الكاوكاو يشرب، وخلوه يبات ليله كامله، وبعدها اوزنوه 15 غرام. كما قلت لكم هنا العجينه 32 غرام والحشو 15 غرام. بالنسبه كي تخلوه يبات، اذا الصباح لقيتوا الكاوكاو تاعكم شرب، زيدوا له ماء الزهر. لازم شوفوا القوام اللي يكون طري، يكون طري بهذا القوام تقريبا، يكون يلصق هكذا به الحشو تاع العريش يبقى لكم معسل اطول مده ممكنه. نغطوهم ونروحوا لطريقه التشكيل. انا بالنسبه كي تكون عندي طلبيه كبيره نشكلهم كامل كما راكم تشوفوا على شكل مثلثات. دوك تشوفوا الطريقه. هنايا حليت العجين نتاعي. بالنسبه اجبدوهم قبل ما الثلاجه بحوالي ساعه او شوي اكثر على حسب الجو، وباه تبداو تشكلوا فيهم لانه راح تلقاهم شويه يابسين. كما قلت لكم هنا حليت العجين تاعي شويه برك غير باليد، وهنا درت الحشو هذاك على شكل حرف إيكغيك او حرف تي، وبعدها نغلق كل جوانب بهذا الشكل ونحطهم ونغطيهم. لازم تغطوهم بالبلاستيك هكذا باه ما ينشفوش معاكم. وهنا نعاود معاكم حابه باه تشوفوها يعني كيفاه. يعني صراحه العريش بالمول راه اسهل ما يكون، يعني اسهل من انكم ديروهم بدون مول، خاصه في طريقه التشكيل. هنا جبت المول تاعي ما تدهنوه ما والو، مباشره جيبوا حبه العريش اضغطوا عليها في الوسط بهذا الشكل، وحاولوا تمشيو هذوك الاعراف تاعها بهذه الطريقه. هنا كي تحطوهم تشكلوهم وتحطوهم راح يساعدوكم بزاف في الخدمه. الجهه هذيك اللي غلقنا منها دائما ديروها من الفوق، والجهه المسكره ديروها من التحت باه تمدلكم من بعد الوجه. هنا راح نحاول نمشي بهذا الشكل، نمشوه حتى للنهايه تاع المول بهذه الطريقه. بالنسبه للطريقه الثانيه اللي بدون مول، شوفوا كيف راني نواسي فيهم، كيف راني نخدم فيهم. حاولوا تمشيو كما قلت لكم في البدايه اضغطوا في الوسط، وبعدها مشوا العجينه حتى للاطراف. راهي طريقه سهله جدا، ودوروا بهذا الشكل. بالنسبه اذا درتوهم بدون مول راه ضروري كي تحطوهم فوق ورق الطهي في البلاطو ضروري تخلوهم يباتوا في الثلاجه او على الاقل 6 ساعات هكذا. راح يبقاو محافظين لكم على الشكل. هنا بالنسبه للطياب حطيتهم كيما راهم في البلاطو وطيبتهم 8 دقائق فقط من التحت، وبعدها شعلوا لهم يتحمروا شويه برك من الاعلى وخرجوهم. وهنا قلبتهم، كي تقلبوهم غير سيسوهم بشويه هكذا باه ما يتكسروش معاكم لانهم راهم طريين. شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها بعد ما طيبوا كامل الكميه. انا طيبت الكميه هذه في يومين، قسمتها على يومين، كل يوم نطيب 120 حبه، ندير 2 كيلات. وهنايا بعدها بعد ما كملتهم كما راكم تشوفوا خلوهم يباتوا العريش تاعكم وللغدوه باه تقلاصوه. بالنسبه للطاليه كما راكم تابعيني وعلى بالكم راني مشاركه معكم فيديو مفصل على الطاليه، دوك نخليه لكم في اول تعليق او في صندوق الوصف. درت لكم يعني مفصل، راني دارت لكم مقادير تاع 100 حبه ونتاع 50 حبه تاع 25 حبه كيما تحبوا على حسب عدد الحبات ديروا الطاليه. هنا الطاليه بعد ما خدمتها غطيتها وخليتها ساعه ارتاحت، وهاي النتيجة اللي تحصلت عليها. يعني صراحة هذه الطالية تبقى طرية وتجي تذوب في الفم. هنا طريقتي في الطلي، اما حطوهم كامل على الشباك وجيبوا لابوش تاعكم عمروها بالكلاصاج وفرغوا عليهم كامل، واما هذه الطريقة ثاني بزاف سهلة. شوفوا كيفاه تقلاصيو الحبة. حاولوا تنحيو هذوك الزيادات وتحطوها فوق الشباك، هذاك اللي يهبط كامل من بعد راح نلموه من بعد. تشوفوا معايا كيفاه. انا شوفوا الطريقه كيفاه راني نقلاصي فيهم وخبطوا الشباك، يعني باه يخرج الهواء اولا، وثانيا باه الزيادات كامل يهبطوا. هنا نكمل نقلاصيهم كامل بنفس الطريقه بهذا الشكل، وخلوهم لازم تخلوهم ينشفوا مليح باه تمسوهم وتنحوا لهم هذيك الزيادات هكذا باه ما تتشققش معاكم الطليه وما يفسدش الشكل تاع العريش. شوفوا انا بعد ما قلاصيتهم
النتيجة اللي تحصلنا عليها هذيك الطلية نعاود نلمها ونكمل نكلاصي عادي. راهي طريقة سهلة جدا. نخليهم كيما قلت لكم ينشفوا، خلوهم ينشفوا مليح مليح، وبعدها باه تبداو تنظفوا فيهم وتلمعوا فيهم. هنا بعد ما نحيت لهم هذوك الزيادات كامل اللي من تحت ودرت لهم الناكري، حطيتهم في لي كيسات، تحصلت عليهم بهذا الشكل. بعد هكا اخر مرحله راح ندير لهم الديكور. خدمت هذا الورود، راني وريت لكم الطابع اللي خدمت به هذا، وبعدها شكلتهم. ان شاء الله كي يكون عندي الوقت راح نشارك معكم فيديو خاص بالورود تاع عجينه السكر، نشارك معكم شحال من نوع. هنايا راح نلصق هذوك الورود بالطلية بهذا الشكل. تزيين راه اختياري، يعني كل وحدة تزين على حسب الموديل اللي تحب تخدمه. هنا راني نزين فيهم وخلوهم مدة شوية به ينشفوا، بعدها مدهم للزبونة نتاعكم. وكانت هذه هي النتيجة النهائية نتاع العريش. نتمنى كامل منكم تخلوا لي آراءكم في التعليقات، واش رايكم في الوصفة تاع اليوم. راني مشاركة بزاف انواع حلويات تقليدية او عصرية، كيما الكعكعات المرة اللي فاتت شاركت معكم وصفة رائعة تاع الكعكعات، روحوا زيدوا شوفوها بعد هذا الفيديو ان شاء الله. وهذه هي النتيجة. اكيد نقسم معكم حبة تشوفوا القوام نتاعها. صراحة جاو يذوبوا في الفم. هنا كي تحتفظوا بهم ما تخلوهمش معرضين للهواء، على الأقل غطوهم ببلاستيك أو حطوهم في علبة بلاستيكية هكذا به ما يبسوش معاكم، ما تبسش معاكم الطلية. شوفوا النتيجة النهائية تاع العرايش، جاو ولا أروع. خلوا لي جاو ونتلاقاو في وصفة جديدة إن شاء الله.